في دوامة الحياة اللي مستمرة كلنا أوقات بيجي علينا وقت ونحس إننا متأخرين، وده بيحصل إمتى؟ لما بنقارن نفسنا بغيرنا. تفتكروا ليه بنقارن نفسنا بغيرنا؟ بقينا نشوف حياة الناس كل يوم نجاح، إنجازات وأخبار جميلة وطيبة، فنحس إننا متأخرين أو إننا أقل. وعلم النفس بيقول إنك مش متأخر أبدا، كل ما في الأمر إنك بتسرق من قلبك الرضا بالشعور ده. المقارنة الكتير بينك وبين الآخر بتخلي عندك دايما فقد شعورك بالرضا. وديننا وجهنا لنظرة أهدى. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. وده ليه؟ علشان ما نحتقرش نعم الله عز وجل أو نقلل منها أو حتى ما نشوفهاش. تأكد إن نعم ربنا عز وجل عليك لا تعد ولا تحصى، ولكن في النهاية انت اللي بتختار، اما انك تبص للنعم دي وتحمد ربنا وترضى، واما انك دايما تبص لنص الكوبايه الفاضي عندك. كل واحد في الدنيا بتقابله او حتى ما بتقابلوش له طريقه، ليه توقيته في النجاح، وليه اختباراته من ربنا سبحانه وتعالى. ما تفكرش ان شيلتك هي اللي فيها اختبارات. زي ما انت بتبتلى وزي ما انت متاخر في حاجات، في ناس كتير زي ما عندهم حاجات كتير عندهم حاجات كتير برضو ناقصه. محدش بياخد الكوبايه كامله. الرضا الحقيقي بيبدأ لما تبتدي تبص للي عندك واللي انت بتملكه من نعم الله عز وجل عليك، مش انك دايما تبقى باصص على اللي ناقصك. عيش اللي عندك، استمتع بيه واحمد ربنا عليه، وبلاش تستشعر قيمة النعم دي لما تفقدها. عيشها بجد من قلبك واحمد ربنا عليها. السلام عليكم.